السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخنا، مطبخ نوجة والشيف مصطفى. النهاردة بقى هنعمل مع بعض بقى، طبعا انتوا شايفين غني عن التعريف، الأكلة الشتوية المعتادة اللي كلنا بنحبها. أكلة مفيدة وموفرة واقتصادية وفيها كل الفوائد. ودي على فكرة بديل اللحمة، نفس فايدتها نفس فايدة اللحمة، عشان تبقوا عارفين. هنعمل مع بعض النهاردة ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده العدس الاصفر بطريقه كده بسيطه وسهله. مش هنعمله فته، تقدري تعمليه فته زي ما انتي بتحبي، بس انا النهارده هعمله معاكم بطريقه تانية. هعمله معاكم بالمكرونه، علشان اللي مثلا عايزه تغيري من الفته اعمليه بالمكرونه، وتحفه جدا ومفيد جدا ليكي ولاطفالك. وكمان انتوا عارفين اكله موفره واقتصاديه. هنبدا مع بعض نقول بسم الله ونشوف ايه مقاديرنا ايه. اول حاجه هنا انا معايا هنا ربع كيلو من العدس. انت بقى تقدري تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه، انت وراحتك. تمام. انا هنا غسلاه كويس جدا جدا جدا، وحطيته في ميه، وحطيته بقى في حله على النار زي ما احنا شايفين. اول حاجه بنعملها ايه؟ بنسلق العدس اللي معانا. طبعا انت بتبقي غسلاه كويس جدا مره واتنين وتلاته. تمام. بعد اول حاجه، بعد ما حطيته في الميه دي حطيته على النار، بعد ما حطيته عشان اسلقه احط عليه جزرايه، بصلايه بقى مقطعاها 4، وطماطمايه كده مقطعاها نصين زي ما احنا شايفين. وهسيبه بقى زي ما احنا عارفين يتسلق على النار كده. انا دايما بحب اعمل اكلي على نار هاديه، ما تحاوليش تعلي عليه النار، سيبيه كده على نار هاديه عشان يكون اتسلق معاكي. بصوا، اول ما ابتدى يغلي معايا اهو، انا حبيت ان انا اوريه لكم اهو، ابتدى يغلي معايا. طبعا انا هعرف ازاي اما الجزر بتاعي يستوي. انا هنا هشوف الجزر اهو، بس كان خلص معايا اتسلق، والجزر بتاعي كان استوى معايا، وكان كده كويس جدا. طبعا بقى انا بعد كده هطفي عليه وهسيبه يبرد، بحيث ان انا اضربه في الخلاط. عندك هاند بلندر تقدري تضربيه مفيش اي مشكله، بس انا هسيبه يضرب وهطفي عليه واسيبه يبرد وهضربه في الخلاط. تمام تمام. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هعمل التقليه بتاعت العدس. احط ايه بقى؟ شويه زيت، واحط معلقه سمنه كده حلوه. حابه بقى انت السمنه اللي عندك الموجوده المتوفره عندك تقدري تعملي بيها اعمليها، سمنه بلدي، سمنه عاديه، انت حره. اي حاجه تقدري تعملي بيها موجوده اعملي بيها. هحط الزيت والسمنه بتوعي. تمام. بعد كده هكون مقطعه بصلايه كده صغير، وهنزل بيها بقى على الزيت والسمنه دول. بعد ما يسخنوا ابتدي ان انا اشوحها معايا. تمام. اول حاجه عملتها تقليه العدس. تمام. بصوا، هبتدي ان انا اشوحها كده قدامكم لغايه اما البصلايه بتاعتي ما طبعا ما تحمرهاش قوي، اوعي تحرقيها ولا تحمريها، خليها طبعا وسط زي ما احنا شايفين. بصوا، ان شاء الله كده انا بعمل لكم كل حاجه خطوه بخطوه، احنا بندي افكار لبعض بحيث الطريقه اللي تريحك اعملي بيها. بصوا البصله بتاعتي هنا كانت ابتدت ان هي تدبل معايا. تمام. طبعا لسه اما تاخد لون شويه هبتدي ان انا بقى معلقتين توم كده حلوين كبار، حط عليهم كمون وملح، بس اكتر من كده مفيش. بعد ما تاخد اللي هي اللون الذهبي الفاتح هنزل بالثوم بتاعي، معلقتين كده توم حلوين، هنزل بيهم على البصل، وهبتدي بقى ان انا اقلبهم مع بعض. طبعا مش هحمر الثوم، لا انا هسيبه ياخد لون زي ما احنا الثوم هسيبه ياخد لون ذهبي. اول ما تشم ريحه الثوم يبقى كده خلاص، ما تدوسيش عليها اكتر من كده. بصوا، شايفين؟ انا بوريكم خطوه بخطوه عشان ما تحرقيش الثوم والبصله بتاعتك. ايدك فيها طبعا تقليب مستمر عشان ما فيش حاجه تتلسع منك. شايفين؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. بعد كده كنت بقى ضربت العدس في الخلاط، هبتدي انزل بقى على على البصله والثومه اللي انا قليتهم. تمام. وهدي عليه النار خالص لغايه اما اعمل الخطوه الجايه دي قدامكم. بصوا كده خلاص، كان العدس بتاعي خلص معايا، فاضل له خطوه واحده. هدي بقى عليه النار لغايه بقى اما نجيب طاسه كده سخنه، طاسه، وهنزل بيها في معلقه السمنه بتاعتي. تمام زي ما احنا شايفين. وهنزل بقى فيها بالمكرونه. حابه تعملي مكرونه شعريه اعملي، انا بحب اعملها بلسان العصفور. انت بقى حابه دي اعملي، حابه لسان العصفور اعملي. تمام تمام. حطيت اهو المكرونه قدامكم. طبعا اول ما تحطي المكرونه تقليب مستمر، ايدك ما توقفيهاش خالص لغايه اما المكرونه تاخد اللون الذهبي الغامق سنه، مش قوي ولا فاتح ولا غامق. تمام. بصوا شايفين انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه علشان تبقوا عارفين انا عملت بصوا، دي تقليب مستمر. بصوا شايفين اللون الذهبي؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. خلاص. طبعا بعد ما اعمل الخطوه دي انا طبعا حاطه العدس على النار
ومهديه على النار. هنزل بالمكرونه بتاعتي دي على العدس اللي انا مهديه على النار قبل ما يغلي، انا مهديه على النار عشان ما يغليش. بصوا، هنزل بالمكرونه اللي انا حمرتها ذهبي كده زي ما احنا شايفين على العدس بتاعي. شايفين كل حاجه قدامكم اهو. على فكره دي طريقه تانية عشان تقدري تعمليه كذا طريقه، علشان تبقي بتنوعي فيه. الفته بيبقى جميل جدا طبعا، برضو هبقى اعمله لكم مره عشان نبقوا شايفين مع بعض كل حاجه بنقدر نعملها. بس بقى، وهقلبها تقليبه كويسه، وهدي عليها النار واسيبه يستوي على نار هاديه علشان المكرونه بتاعتي تستوي. يا جماعه ما تستعجلوش على حاجه. بصوا كده كان ابتدى ان هو يغلي معايا اهو. بصوا، وطبعا ايه هسيبه شويه. اول ما الاقي المكرونه بتاعتي استوت تمام هطفي عليه. بس هي كده انا بديله تقليبه اهو، من وقت للتاني لازم تقلبيه لغايه اما المكرونه بتاعتك ما تستوي. تمام. بصوا انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. طبعا انا مش هقول لكم على العدس ده وفوائده. كده كانت المكرونه استوت معايا اهو. هطفي عليه بقى وهغرفه. بصوا بقى، انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. شايفين لونه؟ عايزه اقول لكم لونه وشكله وريحته. طبعا انا مش قادره اقول لكم، العدس ده غني عن التعريف في فوائده وفي كل حاجه. طبعا انا عارفه ان الشعب المصري وغير الشعب المصري كل الناس بتحب العدس الاصفر. شايفين؟ يبقى انا عملت العدس الاصفر النهارده. كميه العدس بتاعتك تغسليها كويس، تحطيها في حله، تحطي فيها ميه، جزرايه، بصلايه، طماطمايه، وتسيبهم يغلوا مع بعض. اول ما يتسلق اضربيه في الخلاط، تكوني قليتي البصله مع التومه. تمام. وبعد ما تقلي البصله والتومه تنزلي عليهم بالعدس. وبعد كده بعد ما تنزلي بالعدس تكوني ايه مهديه على النار. تكوني محضره بقى المكرونه بتاعتك وتقلبيها كويس جدا جدا، تخليها لونها ذهبي، وتنزلي بيها على العدس. وكده مفيش اي حاجه. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم، واكون دايما عند حسن ظنكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك لمطبخ نوجة والشيف مصطفى، وربنا يحسن ما بين ايديكم.